إذا حابين تذوقوا أطيب فريكة محشية بالدجاج مع أطيب تتبيلة دجاج بأطيب بهارات، انسولي كل وصفات الدجاج المحشية واعتمدوا هاي الطريقة لأنها بتشهي. تعالوا لنشوف طريقة العمل. بالبداية أنا هون راح أحضر لخلطة نقع الدجاج. أنا هون عندي البهارات، عندي أوريجانو، كركم، زنجبيل، فلفل أبيض، فلفل أسود، كزبرة، بابريكا وفليفلة حلوة، وعندي كاري وسبع بهارات وزنجبيل. راح أفضيهم بطبق وأخلطهم مع بعض، وراح أضيف اللبن الزبادي. أنا هون تقريبا استخدمت نص كوب من اللبن الزبادي، وراح أضيف كمان معلقة كبيرة من الخردل. أنا كتير بحب أستخدمه بنقعات الدجاج، بيعطينا طعم كتير طيبة. ومعلقة كبيرة من الكاتشب. الكاتشب بيعطينا لون جميل للدجاجة. وراح استخدم هون فنجان صغير من الخل الأبيض، وراح استخدم كمان فنجان صغير من عصير الليمون. وحطيت كمان عصير الليمون، وراح أضيف هلأ سن التومة. طبعا كمية التوم انتو فيكن تقللوها تزودوها اللي بتحبوه. وراح أضيف كمان معلقة من دبس الفليفلة. أنا هون استخدمت، بتحبوا تستخدموها حلوة بتحبوا حارة، أنا استخدمتها وسط. وهون ضفت عندي معلقة كبيرة من الملح، وحطيت كمان نص كوب من زيت الزيتون البلدي. هلأ بالخفاق اليدوي بدي أخفق كل المكونات. فيكن كمان تخلطوه على الخلاط، هذا شي بيرجع لكم. هلا رح أجيب الدجاجة. أنا هون وزن الدجاجة عندي تقريبا 1200 جرام، يعني لا تستخدموها أقل مشان تقدروا تحشوها الفريكة، ولا تستخدموها أكبر مشان تستوى معكم. هلا هيك رح أعمل فيها خزوق من كل النواحي مشان تدخل خلطة البهارات فيها بهاي الطريقة. وبلش إني أوزع الخلطة بكافة الدجاجة. راح أبلش أوزع الخلطة بقلب الدجاجة بهاي الطريقة، أحط كمية منيحة. طبعا بين الجلد والطبقة اللحم اللي بالدجاج كمان ببلش إني أدخل الخلطة جوا بهاي الطريقة. هلا رح أغطيها وأتركها ليلة كاملة عندي بالتلاجة لننتقل للخطوة اللي بعدها. هلا بهاي المرحلة بدي أبلش أحضر لطبخة الفريكة. أنا هون استخدمت معلقة كبيرة من السمن الحيواني. فيكن طبعا تستخدموا السمن النباتي، بس أنا بهيك طبخات بحب أستخدم الحيواني. وضفت تقريبا معلقتين لثلاث معالق كبار من زيت النباتي. هلا بدي أعطيكم سر من أسرار طبخ الفريكة، إنكم لا تغسلوها ولا تنقعوها، لأني بس غسلناها طعمة الفريكة الأصلية التحميصة اللي هن محمصينها بالمحامص راح تروح عنا، وراح تفقدوا نكهة الفريكة الأصلية. أنا هون حطيت 3 أكواب من الفريكة، وراح أضيف عليهم 3 حبات من الهيل. يعني بدي أضيف شوية مطيبات مشان أحمصهم مع الفريكة. ببلش إني أقلبها مع المكونات لتبلش تطلع عندي ريحة تشويح الفريكة مع السمنة. ضفت هون معلقة صغيرة من 7 بهارات أو البهار الحلبي. طبعا كمان رح نستخدم رشة من فلفل الأسود. هلا رح أبلش أضيف المي بعد ما حمصنا الفريكة. تقريبا كل كوب فريكة بده كوب إلا ربع من المي السخنة. أنا طبعا ما بعير. هلا بخليها على نار عالية، بس تبلش عندي تنشف المي بوطيها وبغطيها. كمان هون بدي أحضر عندي رز مع بازاليا وجزر. هون حطيت كمان معلقة من السمن الحيواني والزيت النباتي. بستنى عليهم ليدوبوا وبضيف الجزر.
استخدمت هون 5 حبات من الجزر مقشرتن ومقطعتن مكعبات. راح أبلش إني أقلبن مع الزيت والسمنة تقريبا لحتى يستووا عندي 3/4 الاستواء. بعد ما استوى عندي الجزر راح أبلش أضيف البازيلا. أنا هون استخدمت تقريبا 2 كوب من البازيلا. راح أقلبها كمان مع الجزر. طبعا البازيلا استخدمتها عندي خضرة. راح أبلش أضيف خلطة البهارات. أنا هون ضفت رشة من الفلفل الأسود، وراح أستخدم هون كمان معلقة صغيرة من الملح، وراح أبلش أضيف كمان رشة من السبع بهارات أو البهار الحلبي، وراح أضيف رشة من بهارات المقلوبة تجي عنا جاهزة. هلا راح أبدأ إني أقلبهم مع بعض. هلا بعد ما قلبت البازيلا بالبهارات وبالسمنة راح أبلش أضيف شوية مي لحتى تستوى عنا البازيلا وتنسلق. بغطي الطنجرة عليها. بهاي المرحلة بس وصلت عنا مرحلة الفريكة لهاي المرحلة كمية المي بلشت تخف عنا، ببلش أشيل منها تقريبا معلقتين لحتى إني أحشي الفريكة فيها. طبعا ما لازم تكون مستوية على الأخير، 3/4 استوى كافي هيك. هلأ هون استنيت على الفريكة لحتى بردت عندي تماما. رح أبلش إني أحشيها بالدجاجة بهاي الطريقة. بعد ما خلصت عندي كمية الفريكة رح أبلش إني أسكر الدجاجة. طبعا أنا هون استخدمت أعواد الخشب. أعواد الخشب نقعتن تقريبا نص ساعة بالمي مشان ما تحترق عندي بالفرن، أو فيكن تستخدموا الخيط الحراري. بهاي الطريقة ببلش إني آخد العود يمين وشمال حتى تتسكر عندي. طبعا رح تستخدموا أكتر من عود لحتى تتسكر كل الفتحة يلي بالدجاجة. طريقتها كتير سهلة يعني. هلا رح أجيب الكيس الحراري. طبعا استخدمت الأقياس الوسط لحجم الدجاجة يلي عندي. فيكن تحصلوا عليه من السوبر ماركت، هو بيجي كيس شفاف. هلا ببلش إني أحط الدجاجة فيه وأضيف الخلطة على الكيس بهاي الطريقة. حطيت الدجاجة بقلب الكيس، رح أعمل فيها ثقوب تقريبا 4 ثقوب حتى ما ينفجر عندي الكيس. طبعا أنا هون محمية الفرن على درجة حرارة 180 من فوق وتحت. هلا بعد ما جهزت عندي البازيلا والجزر راح أبلش إني أضيف الرز. أنا هون عندي رز طويل الحبة نقعته تقريبا نص ساعة وغسلته وصفيته منيح. تقريبا قلبته لمدة 5 دقايق مع البازيلا والبهارات، وراح أبلش إني أضيف له المي. كل كوب رز بيحتاج عندي 1.25 ل1.5 كوب من المي حسب نوع الرز يلي عندك. هلا بخليه يغلي مع المي. بس تبلش تنشف المي عندي بهدي النار عليه وبغطيه. أنا هون طلعت الدجاجة بعد 1.5 ساعة من الفرن. شوفوا ما شاء الله طبعا دايبة ذوبان. بدي أدخلها الفرن لمدة 5 دقايق بس أرجع أحمرها. وهي رز البازاليا صارت عندي جاهزة. شوفوا ما شاء الله كل حبة وحبتها. راح أبلش إني أسكبها بالصحن. والفريكة صارت عندي جاهزة. طبعا أخدت وقتها على مهلها. شوفوا الفريكة كيف مفلفلة ما شاء الله. طبعا ما أحكي لكم عن الريحة والطعمة. وهي صار عندك أفخم طبق بتقدري تقدميه لضيوفك. عن جد الطعم ولا أطيب. بتمنى تجربوها.